إذا تريد أن تتكلم بموضوع الحلقة نستقبلك وتتكلم، أما إذا تريد أن تلعب بذيلك لا نسمح لك. تريد أن تخصص وقت للمناقشة على مواضيع تتصل علينا خارج البث وتقول نريد أناقشكم على 1 2 3، إحنا نروح نراجع ونشوف المصادر. أنت الحين لما تجيني الحين أنا متصل علي واحد يقول لي ذاك اليوم أنت متصل تقول في كتاب العياشي كذا وكذا وكذا، زين أنا الحين لما أبي أناظرك أو لا أبي أجاوبك لازم أكون مراجع كتاب العياشي. تجيني اليوم الثاني تقول لي كتاب الكافي كذا وكذا وكذا، لازم اليوم الثاني أنا أروح أراجع كتاب الكافي حتى أقدر أجاوبك. إذا أنت تروح تفتح الكتب وتدور وتعطيني، أنا الحين طرحت مسألة وأنت عندك الوقت، إحنا نفتح مجال الاتصال ساعة، تقدر تروح تراجع نفسك، عندك مجال للمراجعة وتتصل وتقول ما جواب أئمتك على اللي طرحناه. طيب سمعناك خلاص سمعتك، أنا سمعتك. أنت إذا كان مش قابل النقاش ليش تطلع على هذا النقاش اللي محضره؟ زين أنا محضر إذا كنت ماش قابل النقاش اجلس في بيتك. إذا لحظة، محضر زين أنت اللي تجلس في بيتك، محضر نقاش على موضوع معين، أنت تروح تتناقشنا على موضوع معين آخر. زين إذا أنا أقول لك هذا الكلام أنت تروح تقول لي هذا الكلام. طبعا أنا الحين لما تقول لي على فروع الدين كلها وهذه أكيد ما راح أقدر أجيبك على كل شيء. سمعنا كلام مو شرط تتكلم نصف ساعة يعني، خلاص سمعنا كلامك ونريد أن نجاوب. تجيب على موضوع الحلقة، فاهم ولا؟ إذا لم تجيب على موضوع الحلقة حتى لا أكلمك نختصر الموضوع ونقطع عليك الاتصال. أنت فقط تأدب أمام الناس. لا أنا مؤدب، واضحين الناس. أنت الذي تأتي بقلة أدب ولا تسلم، زين، ولا تذكر يعني تتكلم لنا بقلة احترام، زين، ومعروف أنت قليل أدب، معروف يعني كل اتصالاتك فيها قلة أدب، ولكن نحن نتسلى باتصالك. يعني أنت الحين ماخذينك أنت فاصل على القناة حتى نتونس فيك فقط لا أكثر ولا أقل. أما بخصوص السلام فأنا لا أسلم على كفار، هذه أول نقطة. ثاني نقطة موضوع الحلقة. جيد. الحين أنت لا تتصل هذه ماشي مشكلة. أنت الحين تعتبرنا كفار، إحنا نعتبركم كفار بالمضمون، يعني يوم القيامة تجي كافر يوم القيامة، ولكن إحنا نعاملك معاملة المسلم، زين، يعني نسلم عليك ونستحل. لحظة، أنت تعاملني معاملة مسلم وتكفر في الصحابة. اسكت يا رجل. أنت الحين شنو؟ الصحابة كفار. عبد الله لا تخليه يطفر، يريد يطفر. هو شنو اللي يهرب؟ راجع على الموضوع. هذا حافظ أنت بكت حافظ لك كلمتين تبي تقولهم كل مرة. لا تهرب ودعوني أتكلم. هذا الباكج اللي حافظه. لا تهربون. والله عيب عليكم يا شباب، عيب عليكم، أنا أريد أن أتكلم يا جماعة والله. زين، وهذا أنتم تتهربون. لا تصارخ، لا تعلي صوتك، هذا علامات الخوف. يشمر كلامك، يشمر. حافظين الباكج مالك كل مرة تعيده. جاوب على موضوع. عيده حبيبي، ولد عايشة عيده، مو مشكلة. جاوب على موضوع الحلقة تفضل. يلا خلي الناس نشوف شنو عندك. جاوب. يلا فاصل مع عيسى ونكمل، تفضل. طيب جاوب ولما اجاوب يلا على موضوع الحلقه جاوب على السؤال. شنو هذه انت تفهم؟ هذه مش نقاش، هذا تهريج. هذا تهريج. تفهم عربي؟ كم مرة اعيد لك تجاوب على السؤال؟ تريد نجاوب على السؤال ام لا؟ انا اريد ان اجاوب لك، انت اسكت، انت اغلق فمك قليلا فقط. نعم، تجيب على السؤال. اذا لم تجب على السؤال لن اقاطعك ولا شيء، فقط اغلق السماعة. اجب على السؤال مباشرة، تفضل. الجواب: أما مسألة الضرب بالدف فأهل البيت، نأخذ كلام أهل البيت. نفس الكلام، اطلقوا عليه السماعة، نفس الكلام.